الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. التأينا أكاديمية زاد للثقافة والفنون والنهوض بالأعمال الاجتماعية كمدير مهرجان الفرجة بمدينة تطوان أن ننظم معرضا تشكيليا بمدينة تطوان يضم نخبة من الأساتذة الفنانين التشكيليين، وقد كرمنا الأستاذ بوزيد بوعبيد على رأسهم، وكذلك الأستاذ الشويخ والأستاذ سعيد وغيرهم من الأساتذة الذين نعتز بهم ونفتخر بهم في مدينة تطوان في إطار فعاليات مهرجان الفرجة الذي يعرف نجاحا مبهرا في دورته الأولى. ونأمل إن شاء الله تعالى أن تكون الدورات المقبلة أفضل بكثير، وأن يكون هناك جمهور، لأن مدينة تطوان تعيش أزمة من ناحية الجمهور في قطاع الفن والثقافة. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين. بوزيد بوعبيد، فنان تشكيلي، أستاذ تاريخ الفن، المعهد الوطني للفنون الجميلة. أنا أحس بغبطة كبيرة وفرح كبير وإحساسا لا يضاهى لهذا الموقف الذي أقفه، والذي كان من ورائه مجموعة من شباب، لا أقول مدينة تطوان فقط ولكن من شباب المغرب، لأن أغلبهم من طلبة لزادك في الرباط. فهذا التكريم ديال واحد الإنسان اللي أنا حاضر في هذه القاعة هذه، ولما أشاهد جميع الحاضرين وجميع الشباب أحس أنني أكبرهم سنا وأحس كأنني بين أبنائي. فهؤلاء الطلبة أو هؤلاء الشباب الذين يبشرون بمغرب متحضر ومعرض جميل، فأنا أحس بالعرفان الكبير لتكريمهم لي. فهذا التكريم يبين بأننا في المغرب لنا أجيال قادمة إن شاء الله ستعطي الخير، وكذلك أجيال تفكر في الرجال وفي النساء الذي خدموا المعرض وخدموا كذلك المغرب. فأنا داخل هذا المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من الفنانين رجالا ونساء، ومن خلال هذا المعرض أحس كذلك بغبطة كبيرة نظرا للمستوى هذا المعرض، المستوى التشكيلي الراقي، والذي تعرض فيه مجموعة من الفنانات ومن الفنانين. فأشكرهم شكرا جزيلا، رغم أنهم ما يدعون به أنني قمت بإنجازات كبيرة في تطوان، وأنا لم أقل بأي إنجازات، فقط أنا قمت ما هو واجب علي. وشكرا جزيلا. السلام عليكم، أنا رجاء ريان، فنانة تشكيلية من تطوان. اليوم مشاركين في واحد المعرض جماعي مع الأكاديمية زاد بمناسبة مهرجان الفرجة بتطوان. كان لي شرف أنني نشارك بواحد مجموعة لوحات مع واحد مجموعة الفنانين. معكم الفنان التشكيلي سمير عمار من مدينة تطوان، مشارك بمهرجان الفرجة ضمن الفعاليات ديالو معرض الفنون التشكيلية اللي حنا اليوم بصدد الافتتاح ديالو. المهرجان منظم من طرف أكاديمية زاك للنهوض بالأعمال الاجتماعية بشراكة مع معهد الفنون الجميلة بتطوان. المهم كنشارك اليوم بواحد المجموعة من الأعمال الفنية اللي دائما كنحاول نشتغل على واحد الموروث ثقافي اللي نابع من الثقافة ديالنا ومن الجذور ديالنا. وشكرا. السلام عليكم، هيشو ثريا، فنانة تشكيلية وديكوريس. اليوم كنتواجدوا في هذا المعرض جماعي بمناسبة مهرجان الفرجة لتطوان اللي كيضم مجموعة من الفنانين، وحنايا في القاعة ديال قاعة مغارة، وكنتمناو من هذا المهرجان ينجح وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم، أنا رضوان فتحي. اليوم أنا جيت سعيد وفرحان، كنتواجد مع هاد الأساتذة الكبارين الفنانين، وعجبني المعرض وعجبني الحضور ديالهم، تبارك الله عليهم ما شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.